عاملين ايه؟ اهلا بيكم في كيو ان ايه. في تو كومنتس انا قريتهم لنفس الشخص بيعاني من كذا مشكلة، عايز تجربتي في ان هو بيعاني من مشكلة ان هو بيسمع بس مش فاهم الكلام، والقواعد مش احسن حاجة و الى اخره، والاساسيات برضو مش احسن حاجة. طب بص، انا بصراحة يعني انا كان اكاديميك عندي كويس، واول ما بدات بان انا اذاكر زي امريكان انجلش، والصراحه كنت ماشي معاه من اول ما هو بدا بصراحه يعني. فالاكاديميك بتاعي اتحسن واتحسن لدرجه كويسه. بس لما بدات ان انا اركز ان انا ادخل مجال خدمه العملاء، فالموضوع مختلف تماما. هنا زي امريكان انجلش بيظبط لك الاساسيات كلها زي القراءه والاستماع والكتابه، بيحطك على اول الطريق بمعنى اصح. لكن لو انت بقى عايز انك تدخل مجال خدمه العملاء، فانت محتاج انك تعرف يعني ايه ثقافة، مش يعني ايه لغة. تعرف يعني ايه ثقافة الأول، تفهم الثقافة دي بتفهمها عن طريق الأفلام، وبتفهمها عن طريق البودكاست والأخبار والحاجات دي كلها. بكل بساطة يعني أنا مش هقول لك نصيحة، بس أنا هقول لك اللي أنا سمعته من ناس ما وناس أهل خبرة. أول حاجة عشان تظبط القواعد بتاعتك، فأنت محتاج إنك تقرأ كتير. ايجي هوج قالك القواعد بتتحسن طول ما انت بتزود القراءة وبتقرأ كتير. مع الوقت هتلاقي مستواك في الجرامر بيتحسن. تمام، عادي، كلنا بنغلط في القواعد، مفيش مشكلة خالص. بس انت لما تغلط وتعرف غلطك وتصحح غلطك عن طريق ابلكيشن كويلبوت او عن طريق موقع كويلبوت، هتبتدي مستواك يتحسن مع الوقت. الحاجة التانية، انا جمعت كده شوية حاجات. ما تحطش نفسك في ستريس. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا مثلا فليكن ان انا بي 1، تمام، انا بقى عايز اوصل لبي 2 هاير. فمن بي 1 لبي 2 هاير، يعني في بي 1 هاير، في بي 2، عشان بعد كده توصل لبي 2 هاير. ففي كذا ليفل، في 2 ليفلز. فانت كل اللي انت محتاجه ان انت ما تحطش نفسك في ستريس، وان انت ما تحطش هدف اعلى من المجهود اللي انت بتبذله. ما تحطش هدف كبير، حط دايما اهداف انت تقدر انك توصل لها. يعني انا بي 1 عايز اوصل لبي 1 هاير. طب تمام، طب انا عشان اوصل لبي 1 هاير اعمل ايه؟ انت والله اسمع ياسمين خالد، بتنزل شوية تيبس وتريكس كده هتساعدك. انا عن نفسي هرشح لك في او اي تعمل معاهم شادوينج، تمام، وارشح لك ان انت تسمع راديو، تمام. وبعد كده هرشح لك ان انت كل يوم الزامي عليك ان انت اول ما تبتدي كده تبتدي بالنطق التي اتش والبي والبي كل يوم. اول ما تبتدي التدريب بتاعك دول اول حاجة، وبعد كده تكمل باقي التدريب. يوم هتخصصه للقراءة، ويوم هتخصصه لان انت بتسمع، بس بتسمع وبتقرأ الكلام اللي بيتقال. في موتيفيشن فيديوز ممكن تسمعها، دي بتبقى حاجات تحفيزية وجميلة جدا. انا عن نفسي ذاكرت منها حاجات كتير واخدت منها فوكابس وساعدتني الصراحة، ما انكرش ده. في عندك مسلسل اسمه فريندز ممكن تسمعه. في ريتشول دي انت ممكن تتفرج على الفيديوز بتاعتها بتاعت فريندز، برضه بتساعد. ممكن الفترة الجاية الحلقات الجاية اقول لكم تسمعوا مين على اليوتيوب من اليوتيوبرز اللي انت ممكن تسمعهم في الانجليش ومستواك يتحسن. تمام. الحاجة اللي بعد كده، التعلم اللغة اصلا بيجي مع الوقت. يعني انا في يوم من الايام كنت بذاكر، كنت ببذل مجهود، كنت بتدرب، بس خلي بالك انا ما زلت عندي حتة ان الدراسة، ان اللغة دراسة. والحتة دي عشان اخرج منها من ان اللغة دراسة للغة ثقافة، فالموضوع ده بياخد وقت. تمام. فانا حاطط نفسي في قالب كده انا بحاول اخرج منه. اللغة ثقافة مش دراسة. اه لازم تعرف البيزكس بتاعت الجرامر، لازم تبقى عارف الاساسيات اللغة كويس عشان تبتدي تعرف الثقافة. بس انت عشان تتعلم الثقافة لازم تسمع فلوجز، لازم تسمع حاجات كتير. الحتة دي بتخليك في انك تدخل الانجليش بتاعك في اللايف ستايل بتاعك. الموضوع ده بياخد وقت وعايز صبر. تعلم اللغة بيكون عايز صبر. اختار المصدر الصح ليك. ممكن تكون مشكلتك في انك بتختار المصدر الغلط. بمعنى، انت بتسمع حد ما وبتسمع كلامه وبتمشي، ماشي كويس، بس هل انت مستواك اتحسن؟ هل انت بتاخد المعلومة ومذاكرتك مذاكرة سطحية وخلاص؟ انا عن نفسي مريت بالتجربة دي. طب انت المفروض تعمل ايه؟ انا لما كنت بعمل كده بدأت ان انا لا، انا دلوقتي هتكلم مثلا عن الليدرشيب. حلو، جميل. انا هكتب توبيك عن الليدرشيب، فانا هسمع عن الليدرشيب. حلو،
هبحث عن اليوتيوب. جميل. هنزل ابلكيشن سبوتيفاي مثلا واسمع عن بودكاست عن الليدرشيب. حلو. هجيب ورقة وقلم واكتب شوية افكار باخدهم من الفيديوز زي ما هي. جميل. لقيت 3-4 كلمات كده مش فاهمهم. حلو. فعرفت معناهم. تمام. طب وبعد كده في جروبس كتير جدا على الفيسبوك. انت ممكن تدخل يا جماعة انا محتاج ان انا ادخل اتكلم على محادثة النهاردة. ممكن تلاقي حد بيمنشن لك واتساب، جروب على الواتساب، تدخل تتكلم معاهم. او ان انت في ابلكيشنز هبقى اشيرها معاك بعد كده دي للمحادثات. تمام. منهم ابلكيشن اسمه كلاب هاوس. تمام. فيما بعد هبقى اشير معاكم الحاجات دي فيديو بعد التاني، بس ادعوا لي بس بالتوفيق والسداد عشان انا الفترة دي الدنيا مش احسن حاجة معايا، عندي مشاكل كتير سواء كان في الشغل او في البيت. فدعواتكم بالتوفيق والسداد عشان اقدر ان انا اركز معاكم وبنزل بدل فيديو واحد في الاسبوع اخليهم 2 أو 3 ويكون في واحد منهم بالانجلش. طب الحاجة التانية غير انك بتتعلم غلط، واحنا اتعلمنا طريقة معينة ان احنا نتعلم بيها صح، انك تتكلم عن توبيك معين وتجمع عنه داتا وتبتدي انك تشارك الداتا دي وتبتدي انك تتكلم وتبتدي انك تحسن نفسك وتبتدي انك تعدل وتقيم كل حاجة. اللي بعد كده لازم يكون عندك صبر. تعلم اللغة عايز صبر. انت لو النهاردة بذلت ساعتين في توبيك، بكرة الساعتين دول لما تعيد بالتكرار المتباعد حسب تعلم learn how to learn، تعلم كيف تتعلم، الساعتين دول هيبقوا ساعة، بعد كده هتبقى نص ساعة، بعد كده هتبقى ربع ساعة. فانت توبيك ورا التاني، توبيك ورا التاني، توبيك ورا التاني، هتلاقي نفسك بعد شهر ما شاء الله بتتكلم اتليست معاك من 9 ل 12 توبيك انت بتعرف تتكلم فيهم. فده بالنسبة لك حاجة كويسة. لو كل توبيك اتليست هم 10 توبيك، كل توبيك منهم اتعلمت من 3 ل 5 كلمات، فانت اتعلمت من 30 ل 50 كلمة انت ما كنتش تعرفهم. الكلمات دي ممكن تكون كلمات بتستخدم في الايلتس، فانت كده مستواك كويس. لاحظ بقى ان انت نميت مهارة الاستماع، نميت مهارة الكتابة، نميت مهارة المحادثة، اشتغلت ان انت تعمل فوكاب، اشتغلت ان انت تركز على النطق وتحاول انك تنطق الكلمات دي بشكل صحيح. فانت اشتغلت على كذا مهارة عشان تطلع توبيك او 2 او تطلع تتكلم 2 أو 3 بشكل صحيح قدام زمايلك في المحادثات. فالموضوع عايز صبر، الموضوع عايز وقت. استعين بالله، ما تحطش نفسك في ستريس، اتعلم وخد تجربة. ودي النصيحة اللي اتقالت لي وانا بحاول اطبقها على قد ما اقدر. خد اللغة كثقافة مش كمذاكرة. وده هيكون عنوان الفيديو. سلام، واشوفك في كومنت جديد، وانا منتظر تعليقات تانية جديدة من باقي المتابعين بحيث ان انا احاول ان انا انقل لكم التجربة اللي انا مريت بيها واقول لك انا مريت بده واتعاملت كده. ممكن ده ينفع معاك، ممكن ما ينفعش مع غيرك، بس ممكن انت تسمع وتستفاد من حاجة واحدة، وده هدفي. سلام.